وبما أنه رانا في نهاية الأسبوع فضلت أني ندير طبق تقليدي جزائري وتليت ليه هو طبق تقليدي جزائري، ودرتو بلا صوص حمراء بالدجاج، وتليت ليه فورتها ونسقيه بلا صوص. وإلا عجبتكم الطريقة تاعي كيفاش نطيب التليتلي ولا كيفاش نعاودو، ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم. واللي زاروني في القناة واللي راهم يشتركوا في القناة وراهم يطلعوا لي في القناة تاعي، نقول لكم يعطيكم الصحة وربي يحفظكم وربي يخليكم ليا ان شاء الله. واللي ماشي مابوني يابوني في القناة تاعي. سينو في قدرة درت شوية تاع الزيت شوية تاع السمن، ودرت طرف تاع الدجاج، درت حبة تاع البصل وسنينة تاع الثوم وحبة تاع زرودية، كرفشتهم في الاشوار وحمصت بهم هذاك الدجاج، تبلت بالملح فلفل الكحل والقزبر والزنجبيل. ومن بعد درت وريقة تاع الرند، ودرت حبة تاع زرودية، طماطم مصبرة، ودرت حبة تاع طماطم كرفشتها، ومورف تاع فلفل عكري. مرق درت الحمص وخليتها طيب. علاش درت زرودية تعدل لي حموضة تاع الطماطم. وبعد كتب لي الزرودية راني رايحة نرحيها ونرميها في لاصوص ثاني تعقد لي ديك لاصوص وتجيني بنينة بزاف. من جهة حكمت التليتلي تاعي، درت قدرة فيها الماء ودرت لها الملح والزيت وخليتها تغلي. التليتلي تاعي كرميتها في الماء الغالي، خليتها 10 دقائق تغلي، ومن بعد نحيتها صفيتها في الكسكاس وغسلتها بالماء البارد، رميت فوقها الماء البارد وخليتها في الكسكاس حتى شربت مليح، رميتها في القصعة ودرت لها شوية تاع الزيت، ومن بعد فركتها كيما شفتوا وغطيتها بالطرشونة وخليتها مدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة. بعدها شوفوا كيفاش هنا كانت شرب لي هذاك الماء كامل وشربت كامل كليتلي وتنفخت الله الله عليها. جا وقت باش نفورها، درتها تفور، خليتها مدة 20 دقيقة وهي تفور. كل ما تفور نقلبها في الكسكاس، كل ما تفور نقلبها في الكسكاس مدة 3 خطرات حتى 4. كي تكمل طيب لي فرغتها في القصعة ولقيتها طابت على حبة واحدة. حكمت هذيك لاصوص اللي تجيني من الفوق ولا المرقه اللي تلبيها لي لاصوص، جبتها كامل من الفوق بالغرف ودرتها في البول، ودرت لها مغرف تاع السمن المرجل اللي يعطيني ريحه زكيه الاكلات التقليديه تاعنا. بعدها شربتها كيما راكم تشوفوا، حركتها وغطيتها بالطرشونه وخليتها حتى وقت التقديم. صدقوني اروع كليتلي تاكلوها، تولي تاكلي فيها، ما تحسيش راكي تاكلي فيها، تحسي راكي تبلعي مباشره، تجيك طريه بزاف. بعدها لاصوص تاعي اللي كان طابت نحيت هذاك الدجاج حمرته، ومن بعد جيت دريسي الطبسي تاعي اللي كنت زينته طبعا كيما راكم تشوفوا، حطيت الدجاج في الوسط وحطيت الفليفلي تاعي وسقيتها بلاصوص اللي كنت حطيتها في البول. والحميصه الطرفي. اللي عجبتكم الوصفه تاعي ديروا لي جيم وديروا لي ابوني للقناه تاعي وخلي لي ارايكم اذا عجبتكم الطريقه تاعي. وسلام.